واش بصح التبن ديال الحمص كينشف النعاج من الحليب؟ سؤال اللي كيتطرح عند بزاف ديال الكسابه، ولكن خليونا نوضحوا الامور بالعقل والعلم. اولا، شنو هو التبن ديال الحمص؟ التبن ديال الحمص هو البقايا اليابسه ديال نبته الحمص من بعد الحصاد ديالو. فيه شويه ديال البروتين اللي كتقدر بحوالي 6%، ولكن فيه الياف كثيره والطاقه اللي فيه قليله مقارنه مع التبن ديال القمح ولا ديال الفصال. واش فعلا كينشف النعاج من الحليب؟ الجواب ما كينشفش بالحرف، ولكن ممكن يساهم في ذلك بطريقه غير مباشره. علاش؟ لان النعجه المرضعه كتحتاج طاقه وبروتين بزاف باش تفرز الحليب، والتبن ديال الحمص ما كيعطيهاش داك القدر الكافي من المكونات، وبالتالي الجسم ديالها كيبقى يخدم باش يعيش فقط، وما كيبقاش عندها فائض باش تصنع الحليب، ومن تما كيبان الكساب بحال الا النعجه ديالو نشفات من الحليب. ولكن السبب الحقيقي هو نقص في القيمه الغذائيه، ماشي ماده اللي كتمنع من الحليب. ومن المميزات ديال التبن ديال الحمص انه كيشبع بزاف، حيت فيه الياف كثيره، كينفع في الملء وتنظيم الهضم، صالح كعلف تكميلي خصوصا في الفترات اللي ما كيكون فيها لا خضره ولا فصال. وهنا بعض الكسابه كيطيحوا في واحد الخطا، هو انه كيكون عندهم التبن بكثره وكيعتمدوا عليه بزاف، وهنا كيبان لهم ان النعاج ديالهم عامرين ومرتاحين، فكيطيحوا في الغلط وكيقللوا من العلف الغني بالطاقه والبروتين، والنتيجه النعاج كيبانوا عامرين ومرتاحين، ولكن في انتاج الحليب كينقص بزاف، حيث الجسم ما كيبقاش يتغذى غير على الالياف. كيفاش نستعملوه بطريقه صحيحه؟ نخليو التبن ديال الحمص غير جزء من العلف، ماشي الاساس. يعني تقدر تعطيه قبل ما تقدم الخلطه العلفيه الغنيه بالطاقه والبروتين، وزيد لهم الملح المعدني، ووفر لهم كذلك الماء نقي يكون ديما حداهم. ومن الاحسن انك تخلطوا بنسبه ديال 30 او 40% مع التبن ديال القمح ولا الفصه المجففه باش توازن بالوجبه وتكون غنيه. الخلاصه القول، التبن ديال الحمص ماشي مضر، بالعكس كينفع وكيشبع النعاج، ولكن ما خاصوش يكون هو الاساس في العلف ديال النعاج المرضعات. العبره ماشي في الشبع بوحده، العبره في التوازن ما بين الشبع والانتاج. الى الملتقى.